السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك جماهير النادي الأهلي اكتساح نادي الزمالك برباعية مقابل هدف. طبعا في مباراة النادي الأهلي لعب فيها على الواقف، يعني النادي الأهلي لو ركز أكتر في المباراة كان ممكن يعمل سكور قياسي، كان ممكن يكسب 7-8. لكن النادي الأهلي تحس إنه كسب برباعية، لكنه لعب على الواقف خالص، لعب تجاري. النادي الأهلي الشوط الأول كان مسيطر بالطول وبالعرض، استغلالا لسوء حالة نادي الزمالك وانكماشهم الكبير قدام النادي الأهلي والتشكيل الغريب اللي عمله مستر أوزوريو. النادي الاهلي نجح في استغلال الفرص المتاحه، وكمان اضاع فرص زي الفرصه اللي ضاعت من كهربا، وكمان ضربه الجزاء المستحقه اللي ما اتحسبتش لحسين الشحات. نزل الشوط الثاني كان لعب تجاري، خلاص احنا عايزين اللي احنا خدنا خلاص اللي احنا عايزينه من المباراه. ما كانش فيه طموح لزياده غله الاهداف. لكن في الشوط الثاني كان الى حد ما كان في تكافؤ بين الفرصتين. نادي الزمالك ضيع فرصتين، لزيزو واحده في العارضه، والكره اللي هي ضربه ركنيه اللي جت في العارضه برده انقذها الشناوي. والنادي الاهلي برضو ضيع عده فرص، اهمهم طبعا فرصه بيرستاو الانفراد اللي راح بيه، وبس الكره طولت منه انقذها محمد صبحي. لكن النادي الاهلي كان محتاج الفوز، لان هي زي الكريزه اللي زينت تورته الفوز ببطوله الدوري العام. يعني انت في بطوله دوري ابطال افريقيا زي ما كانت الكريزه، وكان مهم ان انت تكسب الوداد في النهائي لعده عوامل. طبعا اهمها ان الوداد كان خد منك بطولتين قبل كده، فبرضو بطوله الدوري ما تحلاش غير ان انت تكسب فيها نادي الزمالك في ختام بطوله الدوري. طبعا لسه الاهلي عنده كام مباراه، لكن كان مهم جدا ان انت تكسب نادي الزمالك المنافس التقليدي بتاعك، بتحط عليه في الذهاب وفي العوده. نادي الزمالك خسر من النادي الاهلي في الدور الاول 3-0، وخسر في الدور الثاني 4، يعني خسران 7 بمجموع اللقاءين، وكمان كان في سوبر قبلهم الزمالك خسروا 2. يعني انت بتتكلم نادي الزمالك في 3 مباريات هذا الموسم امام النادي الاهلي دخل فيه 9 اهداف، وجاب هدف وحيد من ضربه جزاء مشكوك في صحتها. حتى يعني في كره النادي الاهلي كانت في الشوط الاول حتى كابتن محمود بنا ما راحش راجعها، لكن هنا كان قراره سريع جدا في كره زيزو واتحسبت، مع ان الكوره كانت الى حد ما فيها مشكوك فيها. لكن طبعا اللقاء كان فيه عده حاجات عايزين نتكلم فيها. اولهم النادي الاهلي فكره طموح اللعيب المصري ان هو لما بيكون كسبان مرتاح في الشوط الاول ما بيبقاش عنده طموح انه يزود غله الاهداف، مع ان كان متاح امبارح بالنسبه لك ان انت كنت ممكن تخلص اللقاء بسكور تاريخي، ولو ان 4-1 ده سكور تاريخي برضه يعني. حاجه تانية، طبعا مستر اوزوريو ده بيحاول يطبق فكره اوتوفيستر، اللي هو فكره مستر اوتوفيستر اللي كان بيدرب الزمالك في اول الالفينات. فكره ان انت بتضغط جامد جدا وتعمل تشكيل هجومي بصرف النظر عن الدفاع شكله ايه. وفكره ان انا مش مشكله اخش فيها اجوان طول ما انا بجيب اجوان اكتر. دي كانت تجربه مستر اوتوفيستر، طبعا تحطمت امام النادي الاهلي في 2001 وخسر الزمالك بسداسيه مقابل هدف، نتيجه تاريخيه طبعا. كان نتيجتها ان النادي الاهلي انهى تاريخ اوتوفيستر التدريبي الى الابد. كمان مستر اوزوريو بنفس المدرسه، فكره ان انا بلاعب كل الفرق بشكل واحد، ما بيفرقش معاه فريق صغير وفريق كبير. وده طبعا كان نتيجته النتيجه الساحقه اللي حصلت امبارح، وكانت ممكن تبقى نتيجه كارثيه اكتر واكتر على نادي الزمالك. كمان من الحاجات السلبيه اللي شفناها في المباراه تعامل محمد عبد المنعم في عده كور. محمد عبد المنعم لعيب عالمي طبعا، ومحدش يقدر ينكر حاجه زي كده، محط انظار فرق كبيره زي ما سمعنا امبارح من ناس موثوق فيهم ان هو من ضمن اهتمامات فرقه بايرن ميونخ. لكن محمد عبد المنعم في الفتره الاخيره الى حد ما كانت فيه فزلكه شويه في ادائه، بعض الغرور، ما بيخلصش الكره السهله، زائد كمان كانت طريقه تعامله مع زملائه شويه فيها طريقه مش مظبوطه ومش متعودين عليها من لعيبه النادي الاهلي، وخاصه لما يكون لعيب صغير في السن بيتعامل مع لعيبه كبار وكباتن في النادي الاهلي بطريقه فظه شويه. فدي برضو لازم عبد المنعم حد يوجهه فيها ويلحقه فيها، ولازم يلاقي العقاب المناسب عشان يبقى عارف ان الكلام ده مش مقبول في النادي الاهلي، ولا مقبول منك كلاعب كوره ليك مستقبل كبير. كمان كان الملفت في المباراه الروح الرياضيه اللي كانت موجوده بين لعيبه الفريقين. يعني شفنا الروح الرياضيه قبل المباراه، زائد في الكور المشتركه اللي حصلت في المباراه، زائد بعد المباراه كانت الروح الرياضيه ما كانش فيه مشاكل تقريبا. يمكن بس هو الوحيد اللي كانت طالعه منه مشكله تقريبا هو عمر جابر طبعا هو رصيده خلص مع نادي الزمالك كده كده، فحاول امبارح ياخد لقطه كده مع جماهير النادي الاهلي، هي عدت كده بس كانت لقطه مش لطيفه. زائد كمان انا بحاول اتكلم بسرعه في اللقطات اللي انا شفتها عن اللقاء. طبعا في طريقه تعامل الاعلام الزملكاوي بعد المباراه، يعني انا مستغرب جدا في طريقه تعامل الاعلام الزملكاوي بعد المباراه، اللي هم بيتكلموا ان عادي احنا الشوط الثاني خلص 1-1
يعني هو مش بيتكلم عن مجمل اللقاء انه خلص 4-1، لا بيتكلم ان احنا الشوط الثاني خلص 1-1 يا جماعه في ايه. والكلام ده المشكله يعني اللي بيتكلم فيه لعيبه قديمه ولاعيبه جديده وناس واحمد حسام ميدو وناس كتير واداره النادي بتتكلم ان عادي اللقاء 4-1 مش مشكله، بس احنا المهم ان احنا خلصنا 1-1 في الشوط الثاني. ده منطق غريب يبين ازاي بتدار الامور في نادي الزمالك، ويبين ما يبشرش بخير ابدا في المستقبل القريب او البعيد لنادي الزمالك طول ما هو بيدار بالعقليه دي. مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لاداره النادي الاهلي، مبروك لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني العبقري اللي زي ما قلنا ان هو ده اهم صفقه الاهلي جابها السنه دي، البارون مارسيل كولر. مليون مبروك، والنادي الاهلي دايما يا رب من انتصار لانتصار. السلام عليكم.